السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلا كنت كتفيق وأنت مرهق تعبان وكتنعس وأنت مرهق تعبان وكتقول راسي ما درت والو، راه المشكل ماشي في الخدمة ولا في الوقت، المشكل أعمق من هذا. الموضوع ديالنا اليوم غادي يكون تعبان بزاف، راه السبب ماشي الخدمة ولا الوقت. هل تشعر أنك متعبا حتى في الأيام التي لا تعمل فيها شيء؟ تستيقظ وكأنك لم ترتاح، تنجز بعض المهام لكن في داخلك إحساس بالثقل، بأن طاقتك تستنزف دون سبب واضح. كثيرون يظنون أن التعب سببه قلة النوم أو لا كثرة العمل أو ضغط الحياة الذي نعيشه في زمننا هذا، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. لذلك في هذا الفيديو سنتكلم عن أخطاء نفسية يومية تستنزف طاقتنا دون أن ننتبه، أشياء نمارسها نحن بأنفسنا ثم نتساءل لماذا نحن متعبون دائما. إذا شعرت أن هذا الكلام يشبهك أو يطبق عليك فابقى معنا للنهاية. لنبدأ. الجزء الأول غادي نقول لكم أشنو هو الفرق بين التعب الجسدي والتعب النفسي، لأن بزاف ديال الناس كيخلطوا بهذا المشكل ولكن حيت الحياة كتبين لنا بأن نفس كنقولوا أن التعب الجسدي يجي عليه التعب النفسي، ولا كنحسوا غير بالتعب الجسدي وما كنعرفوش بأن راه هذا السبب ديالو اللي يقدر يخليك تعبان أكثر هو التعب النفسي. دونك شنو هو الفرق ما بين التعب الجسدي والتعب النفسي؟ التعب الجسدي يزول بالراحه، كتنعس كدير واحد فاش ما كتكونش ناعس مزيان كتحاول تنعس واحد 8 سوايع ولا 7 سوايع، كل واحد فينا عنده واحد محتاج لواحد المده معينه اللي راحه، ماشي حنا كاملين بحال كاين اللي عنده كينعس 5 سوايع كافيه بانه يرجعوا الطاقه ديالو كامله، وكاين اللي العكس خاصو 7 8. دونك كان كل واحد منا مختلف. دونك التعب الجسدي كيزول بالراحه، يزول فاش كنعسو، اما التعب النفسي يبقى حتى بعد النوم، يجعلك تشعر بانهاك دون جهد. التعب النفسي يجعلك ابسط الامور ثقيله عليك، القرارات صعبه، التركيز ضعيف. والمشكلة أن أغلب الناس يعالجون التعب النفسي بوسائل جسدية فقط. غادي نقول لك شنو معنيت هادشي نزهه. غادي نقول لك بأن فاش كنحسوا براسنا حنا راه عندنا تعب ماشي جسدي، تعب نفسي من الداخل. التعب النفسي هو اللي تيكون عندك في شي مشكله كتبقى تضر. دونك كنحاول تنقول انا لا نعست راه غادي سي بون، غادي تخفف عليا المشكل اللي انا فيها. هو راه العكس صحيح. لنا دابا غادي ندوزو واحد الجزء اللي هو مهم، هو اول خطأ يستنزف طاقتك: التفكير الزايد. هذا هو معنيت المشكل النفسي، هي التفكير الزائد. هي كاينين بزاف د الحوايج، غادي نبقاو معايا مرحله بمرحله. تبعوا معايا الفيديو الى النهايه. عافاكم ما تنساوش لايكو وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكثر الناس ممكنه ان شاء الله. دونك التفكير الزائد من اخطر سارقي الطاقه، هو الذي ينزف منا الطاقه الكثيره في حياتنا. التفكير في الماضي، في الاخطاء اللي درناها البارح ولا اللي درناها دابا ولا غادي نديروها في المستقبل، الاحتمالات. العقل لا يهدأ حتى في لحظات الراحه. انت جالس وكتفكر كتفكر 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 غدا شنو غادي ندير، الباترون ديالي فاش كتكون عندك مشكله في الخدمه، المشكله مع الوليدات، المشكله مع مع الاصدقاء ديال العمل، هادو كاملين كتضل تفكر فيهم، وراه هذا هو المشكل الكبير اللي كينزف منه واحد الطاقه هائله. اكثر من ان التعب الجسدي تكون ضعفك الرواح ولا انك مريض تقدر تاخذ ميديكامون دواء وصافي سي بون. ولكن فاش كيكون دماغك خدام 24 ب 24 راه بحال اللي كتحاول
تنتحر وكتحاول تمرض نفسك واحد المرض مزمن، مرض غادي نسطر عليه مرض مزمن اللي ما غاديش تقدرش تشافى منه لا بالنوم ولا بالادويه ولا بالسفر، هو التفكير الزائد. يعني خاصنا نقصوا من التفكير ونقولوا بان نديروا بالاسباب، ونقولوا الله سبحانه وتعالى هو المكمل. يعني نحن نديروا بالاسباب ونجتنبوا نفكروا في لي كوليك دو طرافاي، نفكروا في العمل، نفكروا في العلاقه الزوجيه، نفكروا في الاولاد، نفكروا في الفلوس، في اشنو خاصنا في هادشي. راه كلشي راه كينزف منك واحد الطاقه، لا واحد الطاقه هائله. دونك اش قلنا؟ خاصنا نبعدوا على التفكير في الماضي، في الاخطاء، في المستقبل. نخليو المستقبل ان نديرو غير باسباب، ونعرفوا بان الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يحاول يكمل لنا كلشي بخير وعلى خير. نحاولوا ندير واحد البوز للدماغ ديالنا، نديروا ليه واحد لو فيد، واحد الفراغ باش هو يحاول يرتاح. ولا ارتاح العقل ديالنا من التفكير، راه الجسد ديالنا حتى هو كيرتاح. دونك هذا هو في الجزء الثاني دوينا. دونك قلنا بان اللي كيستنزف لينا الطاقه ديالنا هو التفكير الزائد. هذه اول حاجه، انا كنفكروا اكثر من المقياس. المشكل الثاني هي ارضاء الجميع. من اكثر الاشياء التي تستنزف الطاقه بالصمت هي محاوله ارضاء الجميع. نقول نعم وانت تريد القول لا. يعني اي حاجه اي واحد كيطلب مني شي حاجه كنحاول نرضيه، واخا تكون على حساب الراحه ديالك النفسيه والجسديه. يعني حيت ما كنقدروش، ما تعلمناش نقولوا لا. هنايا في الغرب لاحظتم عندهم كما كنقولوا حنايا باللغتنا العربيه الشنطن. يعني ما كيبغيش يدير شي حاجه تيقول لك لا ما يمكنش ليا. عندهم كلمه لا اكثر من كلمه نعم. احنا العرب بصفه عامه ما كنقدروش نقولوا لا. يعني كما كانت الحاجه كنقولوا نعم. ولكن هذا خطا كبير اللي زرعوه فينا والدينا. خاصنا ضروري فاش نشوفوا شي حاجه ما غير مناسبه لنا، ما عندناش الوقت باش نديروها. انت ما عندكش في هذا الزمان، ولا عندنا ما عندناش الوقت لراسنا. يعني كما كنشوفوا النهار ولا كيطير بالزربه، الشهر كذلك والعام كذلك. احنا دابا حنا في 2026. دونك خاصنا نتعلموا نقولوا لا لارضاء الجميع. هذا راه هو المصدر الحقيقي اللي كيخليك مريض نفسانيا، واللي هذا المرض اللي كيسبب لك التعب. ولو من غير ما دير شي حاجه، حيت من بعد كديرها وانت غير راضي عليها، حيت قلتي وكتمشي تدخل في دارك. عند دخولك للمنزل هذيك الساعه كيبدا جلد الذات. تقول علاش انا قلت ليه، علاش كان عليا ندير، كان عليا. وهذا كتبقى يعني التفكير، يعني دماغك كيبقى يفكر اكثر من 24 ساعه. يعني هو في النعاس وكتبقى تفكر. انا واحد المرحله من حياتي طرات لي هذه، كنت يعني كنوض من النعاس وكنوض عيانه تعبانه لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني خديت لي فيتامين، خديت المغنيسيوم، ما خديت كنقول حيت ما لقيتش. حتى وليت كنعرف نقول لا. يعني شي حاجه اللي كتكون ماشي ما غير مناسبه لي، ولا كنت ما عنديش ليها الوقت باش نديرها، صافي تعلمت نقول لا. رغم انني عايشه مع الاجانب هما تيقولوا لي لا، انا ما كنقدرش نقول لا. دونك قلنا هي عدم ارضاء الجميع. دو فاسون ما عمرنا ما نقدروا نرضيو كل شيء. تتحمل اكثر مما تستطيع، تخاف من رفض الاخرين، كل مره تتجاهل نفسك فيها. وهاد فاش كتجاهل نفسك فيها وما كتبقاش تسمع لها، تفقد جزء من طاقتك. وغادي ندوزو للسبب الثالث، هو كتمان المشاعر. بزاف ديالنا تعلموا، خصوصا هذا راه متخصص به الرجال، يعني كيقولك انا ما نقدرش نعبر على المشاعر ديالي كما كنقولوا حنايا باللغه العربيه، باللغه المغربيه بلوتو. ما كيعبرش على المشاعر، كيقول لاباس انا بخير والامور عاديه. الا سولوك كيف داير لاباس، يقول لاباس انا بخير الامور عاديه. بينما هو في الداخل ديالو راه كاين الغضب، كاين الحزن، كاين واحد لو ستريس، كاين خيبه امل في الناس. يعني كيكون عاطيهم اكثر من القياس وكينتظر منهم شي حاجه قليله ما كيعوضوهاش ليه العوض عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هاد المشاعر كامل
هاد المشاعر كامله راه كتسبب لنا في واحد المرض نفساني. الخيبه الامل ديال الناس، المشاعر المكبوته اللي كنخفيوها حنايا، تتحول الى تعب نفسي وجسدي الذي يعني واحد النسبه ديال التعب النفسي والجسدي راه لا يوصف. وقلنا ان التعب النفسي راه اصعب من التعب الجسدي. دونك فاش كتكتم الغضب في الداخل ديالك والحزن راه كيتسببهم لك بجوج. ولقاو مؤخرا داروا لي ريشيرش ولقاو ان السبب اللي في الامراض المزمنه ومن بينها الكونسير، السكر، ديابيت، السكر، راه ماشي هو التغذيه ديالنا، بل هو الضغط والستريس والاعصاب ديالنا هي اللي كتسبب لنا امراض خطيره. دونك ردوا بالكم من انا بنفسي كنت واحد الانسانه بسبب العمل ديالي كنت واحد الانسانه ستريسيا، يعني 24 على 24 ساعه. دابا حاولت انني ديجا بدلت الخدمه ديالي باش نلقى راحتي النفسيه. يعني واحد اللحظه ولا واحد المرحله من العمر خاصنا نحاولوا نديروا نوقفوا ونديروا بوز مع الذات ديالنا وتقول واش انا شنو هو الاهم بالنسبه لي، واش العمل ديالي ولا الراحه ديالي. بالضبط انا العمل حنا محتاجين ليه حيت كيعطينا واحد السالير في نهايه الشهر اللي محتاجين له باش ناخذوا، يعني باش نخلصوا لي فاكتور ديالنا. ولكن الا كانت على السبب ان غادي تخلق لك امراض نفسيه ومزمنه، راه حاول بانك تلقى الحلول، يعني ماشي ما تخرج وتلقى زيرو سالير، ولكن تلقى الحلول باش تبدل هذا العمل ديالك. حيت راه العمل راه هو السبب لو ستريس ديالنا، حيت مع لي كوليغ يعني بزاف الحوايج كتخليونا ديما مستريسين. غادي نقدروا ندوي عليها في واحد الموضوع اخر ان شاء الله. العمل واش كيخلي الاثار ديالو، حيت كاينه اثار ايجابيه هو ان الصالح، ولكن الاثار السلبيه راه عنده كثير وكثيره بزاف. دونك قلنا عدم كتبان المشاعر، وكاين واحد السبب اخر هو جلد الذات والقسوه على النفس. وجلد الذات هو داك الصوت الداخلي ديالنا اللي كيقول لنا علاش درتي هذا، لماذا انت هكذا، كان عليك فعل هذا، علاش انت كدير بحال ما هكايا، علاش ما درتيش هذا بحال ما هكا، علاش قلتي ليه نعم، كان عليك تقول ليه لا، انت ما تقدرش تصيب هذا. هذاك الجلد الذات ديالنا كيسبب لنا واحد المرض نفساني اللي يمكن، حيت هذاك هو السبب اللي كيخليك ديما الدماغ ديالك خدام 24 على 24 ساعه. حيت كيقول لك هذاك واحد دار، علاش هذاك دار ووصل وانت ما وصلتيش، علاش هذاك شاف وانت باقي. هذا الصوت الداخلي اللي عندنا راه هو اللي كيدمرنا ببطء، اللي ما كيخليش الدماغ نهائيا يرتاح. والقسوه على النفس راه ما كتصنعش لنا النجاح، بل تصنع الارهاق. خاصكم تعرفوها. نعاود عاوتاني نقول هذه الجمله: القسوه على النفس لا تصنع النجاح بل تصنع الارهاق. وهي السبب اللي من هاد الاسباب كامل، راهي نقدر نقول لك هي السبب زعما كاين اللي كيخلي واحد التدمير ولا كيدمر لنا الحياه ديالنا بنسبه 100%، هو هاد القسوه على الذات، على النفس. دابا غتقولوا لي مزال حنا عرفنا الفرق ما بين التعب الجسدي والنفسي، عرفنا الاسباب ديالو، كيفاش نقدر نرجعوا الطاقه ديالنا، كيفاش نقدروا نخرجوا من هاد المشكله. هذا هو الموضوع ديالنا. دونك كيفاش غادي نقدروا نسترجعوا الطاقه ديالنا؟ بالوعي. والوعي هي خاصك تحاول دير واحد البوز مع ذاتك، مع نفسك، وتقول وتلاحظ، اوبسيرفي، وتقول متى اتعب، مع من، وبعد اي افكار. الراس ديالي كيكمل ما كيسكتش من التفكير، ما كيزقاش من التفكير في اي وقت، ومع من اشنا هي الحاجه اللي فاش كتكون، ولا الشخص اللي كنتلاقى به وكيبقى دماغي خدام 24 ساعه ل 24 ساعه كما كنقولوا. فاش غتوعى بان شنو السبب ديالو وبان شنو هو المشكل اللي عندك، هذا راه من
اللي غيخليك تجاوز هذه المرحله ديال التعب. دونك الوعي، تخفيف، خفف التوقعات، لا تحمل نفسك اكثر من طاقتها. الله سبحانه وتعالى راه قالها لنا في القرآن، يعني ما خاصناش نحملوا نفسنا طاقة زيد عليها. تعبر، يعني قلنا عدم الكتمان، يعني دونك خاصنا ندوزو باش تنجح من هادشي خاصك انك تعبر، سواء لما قدرتيش تقول لشي واحد فاس اون فاس ديال معاه، يعني كيفاش غنقول لكم اون فاس معاه. دونك الحلول قلنا هي الوعي، ومن بعد التخفيف، تخفف على التوقعات، لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، والتعبير، والرحمة مع النفس. عامل نفسك كما تعامل شخصا تحبه. واش عرف بأن واش الصديق ديالك ولا الابن ديالك ولا الأب ديالك تقدر تعامليه بحال ما هكا؟ تقدر تكون أنك تدير واحد الجلد الذات دائم عليه؟ نو، كتخلي ليه، كتعطيه واحد الحب. الا كان ولدك تحاول تعطيه واحد الحب، واحد الحنان. وراه هذاك نفس الحاجه خاصنا نحاولوا نعطيوها للذات ديالنا. على العلم بان الاجانب لقاو داروا واحد لي ريشيرش، ولقاو بان انك تحاول تحضن نفسك بنفسك، كتشد يديك بجوجهم وكتحضنهم، كتشد الاخرى يعني اليد اليمنيه وكتمشي دوزها الجهه اليسريه، والعكس الجهه زعما اليسريه كدوزها اليمين، وكتحضن راسك. يعني كتعطيك واحد الشعور بالراحه، بالطمانينه. وبالفعل انا جربتها مع راسي. دونك عرفتوا اشنا هي السبب ديالو، وشنا هو المعنى، وشنا هو إلا بغيتوا تخرجوا من هذا الشيء اشنو ممكن لكم. إن كنت متعبا فهذا لا يعني أنك ضعيف. حاجة خاصك تعرف واحد الحاجة، بأن التعب النفسي راه ماشي ضعف. أكثرية الناس حيت هما متعبين تيقولك أنا ضعيف، لا، قد يعني فقط أنك حملت أكثر مما يجب، وفكرت أكثر مما تتحمل، القسوة على نفسك أكثر من اللازم. السؤال مهم: ما أكثر شيء تشعر أنه يستنزف طاقتك يوميا؟ هذا هو السؤال. كتبوا لي في التعليقات اشنو هي أكثر شيء كتخليك تنزف منك واحد الطاقة يومية هائلة، ولا ما واخا صغيرة اشنا هي. حيت هذاك السبب هو اللي غادي يخليك كما غتوعى وغتخليك تلقى الحلول، ونقدر نساعدك ان شاء الله باش نلقاو الحلول جميعا. ما تنسوش الاشتراك في القناة، لأن القادم أعمق وأكثر صدقا. شكرا على المتابعة، أتمنى لكم يوم جميل، ونلقاكم في موضوع مقبل إن شاء الله. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ونعم الوكيل. شكرا لكم من القلب.